وأرضعت قبله عمسة بن عبد المطلب أعد أحمامه صلى الله عليه وسلم الذي عمل في نصرة الدين سرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها عرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الدرع وراء. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها عرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الدرع وراء. قيل على دين الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندى وحكاه. ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفضاة عليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباح، فأخصب عيشها بعد المعل قبل العصية، ودر ثديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أقاه، وأسبعت بعد الفقر والحزن وصمدت الصارف لديها والصياح، وانجاب عن جنابها كل ملمة ورسية، وطرس السعد بردة حيشها العني وواساه. وكان صلى الله عليه وسلم يسب في اليوم سباب الشبيه في السهر بعناية الربانية، فقام على قدميه في 3 ومسى في 5 وخويت في 9 من الشهور بفزيع النطق قواه، وسقى الملكان سطره الشريف عليها وأخرجا منه حلقة دموية، وأزالا منه عص الشيطان وبالذرج قصراه، وملآه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاتاه وبخاتم النبوة قطماه، ووزناه فرجع ب1000 من أمته الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من عال سباح. ثم ردته إلى أمه صلى الله عليه وسلم وهي به حير سقية، حصرا من أن يساب بمساب عالس تخصار. ووفد عليه علمة في أيام خديجة السيدة المردية، فحباها من حبائه الوافر بما حباه، وخدم عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية، وبسط لها صلى الله عليه وسلم بردائه الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والسرية، وقد حدهما في السر بل جمع من صغات الرواة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم حالت خوافرها بالأبواب أو بسعب العدو الوفاح، وعملته صلى الله عليه وسلم حالنته أم أيمن العبسية، التي زوجها صلى الله عليه وسلم بعض من زيد بن عارصة مولاه. وأدخله صلى الله عليه وسلم على جده عبد المطلب، فدمه إليه ورقله وأحلى رقية، وقال إن لابني هذا فهم عظيما، فبق لمن وقره ووالاه. ولم تسق في سلاه جوع ولا عطسا قد نصره الأبية، وكثيرا ما قلا فاقتصى بماء زمزم فأسبعه وأرواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسيم من